1 2 3. اهلا، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير ورجعت لكم من جديد. اللي شفتوني هذا بنعد فيهم ومرات تكون من نصيبك انت او انت في حال طبقتوا الشروط اللي حنقول عليها انا توا. اول حاجه تكونوا مشتركين في القناه، درتوا مشاركه ل10 اصدقاء جو اشتركوا في القناه حتى هم، ولايك على هذا الفيديو و10 تعليقات فقط لا اكثر ولا اقل، وحتكونوا رابحين القيمه هذه. ولكن انا فكرت وقلت ان لو كل شخص يربح، يعني بدل ما نختاروا شخص واحد يربح $300 نختاروا 3 اشخاص يربحوا $300، واكيد مازال خير للقدام. ونصيحتي كل قاعد من يشوف الفيديو هذا يتوكل على الله، لأن خليني أحكي لكم عليه حاجة. ما تجوش في يوم وتأيسوا وتقولوا لا احنا مستحيل نربح واحنا من قومة ال1000 شخص ولا احنا بيختارونا. أنا الإنسان اللي قدامكم في 2020 تقريبا اشتركت في مسابقة مجوهرات، هم علنوها يوم 1/1/2020، قالوا يوم 6/6/2020 احنا ان شاء الله حنعلنوا على الرابحة. وتخيلوا انتم قسما بالله من بين 30,000 شخص مشترك، لأن الشخص اللي دار الإعلان هذا كان شخص معروف في ليبيا وعنده محل مجوهرات، تمام، وكان داير إعلان ممول ضخم، يعني اشترك فيه 30 شخص خلوا من غير التعليقات اللي تقريبا كانوا 100,000 تعليق، 30,000 لايك، حاجة زي هذه. أنا كتبت 10 تعليقات في جرة بعضهم، إن شاء الله من نصيب اللي يستاهل. والله العظيم يا جماعة الخير ما نكذب عليكم في حد دحر. وشوفوا انتم من اصل 30,000 شخص ولا يمكن 40 المسابقة انعرفت هلبا أنا اللي ربحت إسوارة الذهب هذيك. فما تأيسوش، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك وطبقوا الشروط اللي أنا حكيت لكم عليها، ومرات أنتم تكونوا اللي رابحين. لأن تخيلوا 3 أشخاص كل شخص حيربح $100 حتوصلك وين ما أنت كنت في الدول العربية، أو حتوصلكم إن كنتوا في تركيا، بس الدول الأوروبية وهيك غير تركيا لا، تمام، أو في الدول العربية وين ما كنتوا أنتم إن شاء الله حتوصلكم بعد 24 ساعة من إعلان النتيجة. ف يلا نبدأ الفلوج. ما انتم عارفين اني جيت لمصر، تمام، وبعد ما طلعنا من الفندق ومن هديك التشحويره ومن القصص ومن بلا بلا بلا، تمام، جا وقت باش اني انا ندير لكم جوله في الحوش. مبدئيا هذا الحوش، هذا باب الشقه، مش باب الحوش، باب الشقه. تو خلونا مع بعض نديروا دوره في الشقه. طبعا ما تركزوش على المرايات، هادم كيف مركبينهم قاعدين ما ضمناهمش. مبدئيا اول ما تخشوا تلقوا هذه الصاله، تلقوا هنا في هيك زي ما نعرفش شنو يقولوا له، الفيو ولا بلكونه، ما نعرفش حاجه زي هذه، تمام. وهنا عندكم حتى هي برضو بلكونه تانية، وهنا عندكم شاشه تلفزيون، هنا عندكم طاوله اكل. طبعا مش كنت امبارح، ديما اجواء اللايف حاضره. هنا هذا المطبخ، هذا على اليمين اكرمكم الله الحمام، هذا داري انا واختي. تو اختي طبعا روحت لليبيا فهي خسارة خلتها فاضية. هذه دار أختي، وحتى هي طبعا فيها بلكونة تمام. هاي طبعا طالعة بحوايج النوم لأن ما زال الفلوج متاعنا طويل. وهذه دار الوالدة، خلنا نولها لكم الضي. أنا على فكرة عدوة الضي، هذه المراية اللي أنا نصور عليها. هاي جايز، طبعا هذه المراية دي ما نحب نصور عليها، وحاليا وقتها لأن أختي رجعت لليبيا والوالدة مشت تصيف. وهذا الحوش كله هو شقة يعني نوعا ما إنها صغيرة بس حلوة يعني واسعة، وأهم حاجة إنها مشرحة، والأهم اللي بعدها إنها نظيفة، أهم حاجة. وتوا يا حنا بعد ما اديت لكم جوله في الحوش، اكتبوا لي رايكم فيه من 10، وزي ما حكيت لكم ما تنسوش تشتركوا في المسابقه وتفعلوا كل الشروط، واكيد حنكتب لكم الشروط في البايو، واكيد حتكون كاتبتهم لكم انا بكري وين ما انا نقرا في الشروط، تمام. فالمهم فلوج اليوم نوعا ما خلاص يعني تعودت عليكم، نبدا ندخل فيكم لحياتي، نبدا ندخل فيكم لاي يوميات وشيء زي هذا. الثلاجه فاضيه، تعالوا شوفوها معي، والله فاضيه. لو تشوفها الوالده لما تعيط عليا. شوفوا الثلاجة ما فيها شيء، فضروري ما نشروا حاجات، نشروا خضرة، نشروا أشياء. خلينا قاعد نحكي لكم. فتوا يا حنا على خير، ماشيين نبغوا نشروا خضرة، ماشيين نبغوا نشروا أشياء، ماشيين نبغوا نشروا اللحم، ماشيين نبغوا نشروا خبزة، ماشيين نبغوا نشروا مواد غذائية. هذا كلها طبعا كتبتها. الورقة وين نسيتها مانيش عارفة، كان في حد زين يقول لي إنك أنت نفسي
تنسى وقت أنين نحط في ورقة ولا لا، فمانيش عارفة. ممكن نكتب هنا توا شو نبي حاجات هيك على السريع، وإن شاء الله ما نكونش نسيت حتى حاجة، وهي مع بعض نطلعوا. وأخيرا عرفت نطلع من الحوش، وتوا ماشى بعون الله. أول حاجة للخضرة معلش، أول حاجة للخبزة، نبي ناخد شوية خبزة وأشياء زي هادي ومعجنات، وبعديها مباشرة ماشيين للخضار، وبعدين للسوبر ماركت، لأن السوبر ماركت يعني مقابل حوشي، ولكن قبلها ضروري ما نختموا على القصص هذه كلها. فأنا طبعا ما نحبش طلعت الشمس نهائي نهائي نهائي، ولكن يلا الواحد شن بيدير. أحلى حاجة إن ريحة الخبزة لهنا خيال، أشبح اليوم شو نبي وما نعرفش كان أنتم زيني ولا لا، ديما نعطي المعجنات أهمية كبيرة. الكرواسون هذا لو جايين لمصر وبالتحديد القاهرة في الرحاب، نصيحة أنكم تجربوا منه. عجبتني البيتزا هذه فقلت لحط لي منها شوية، لأن هي كانت غداء اليوم. طبعا سبحان الله طالع على شيء والمقرر شيء تاني. خدينا الخبزة، خدينا المعجنات، خدينا كل شيء، وتوا حاليا حنبدو خدينا الخبزة وخدينا المعجنات وخدينا الحلو، وحاليا حنبدو بالخضرة، وبعدين حنختموها بالسوبر ماركت. لأن باين علي اليوم صوابعي بيتقطعوا. والله أصعب شيء في التصوير لما ما يكونش حد يعاونك باش إنك أنت تاخذ راحتك في التصوير. المهم هنا خديت الخضرة وخديت الفواكه وخلصتهم طبعا. والله يبارك على الفواكه، الناس روسها مربعة تقولي إن مصر ما فيهاش فواكه. المهم هنا خشيت للسوبر ماركت وبدأت ناخذ في الزبادي، وهذا ألذ زبادي يا جماعة الخير ممكن تاكلوه، حاجة خفيفة على المعدة وجنينة. وبعدين خديت لوازم الحوش اللي كتبتها كلها في القائمة، ودحي وحليب ودقيق وكل شيء كل شيء خديت الحمد لله يا ربي. فرحتي بالهريسة العربية، يا خسارة ما تمتش. تو نحكي لكم علاش، غير كملوا لنهاية الفيديو. وأكيد مع الطن والهريسة العربية يلزمها زيتون. هذه كانت آخر حاجة ناخدها من السوبر ماركت، وبعدين توكلت على الله وخلصت، وجبت شخص يساعدني في الإشكاية لأن بجديات كانوا هلبة. أهلين يا جماعة الخير، وأخيرا وصلت للحوش. طبعا تشوفوا لي كمية المشتريات هادم حنوريكم، لأن طبعا أنا مستنساكم ما وريتكم شيء. مبدئيا هادم الشيش المية 2 اللي خديتهم، خلي نوريكم شو شريت. شريت شوية تمر، شوية بس، خديت معاهم بصل، خديت معاهم خيار. طبعا ما قدرتش زي ما انتم شفتوا، ما قدرتش اني ليه اجيبهم بروحي، فاستعنت خديت هو الكرواسون. قداش ما نحبها هلبة، الناس اللي تجي في مصر ننصحها انها تجربها، جنين هلبة هلبة. وخديت معاهم البيتزا هذه، ديروا معاها طاسة شاي ونتغدوها، لأن اليوم ما عنديش جهد نطيب بكل. وخديت الخبزة السخونة هذه اللي أشبه شو بندير بها، أشبه تقريبا هذه بنخليها في الفريز لليل، وتوا بنتعشى خبزة وطن، وتوا بنتغدى خبزة وطن. خديت خوخ 2 كيلو، خديت بطاطا أقل من كيلو، خديت عنب 3 كيلو اللي أنا بروحي تخيلوا، وخديت باقي خضروات وفواكه وأفوكادو وأشياء زي هذه. وجود البضاعة الغذائية، خديت مناديل، خديت دحي. وشوفوا لقطة الاستهبال هذه، بس شوفوا شو خديت. هذه أكتر حاجة نحبها هلبة هلبة. خديت كوفي، وخديت خميرة خبزة اللي بندير لكم إن شاء الله سكن ليبي المدة الجاية. المدة الجاية حتكون هلبة فلوجات. هذه الأشياء الحلوة عاد الواحد بدلع بها روحه. بطاطا بريوش، حقة هريسة، علبة هريسة معلش، وحقة خبز، والباقي برضه حتى هما خماء الخبز. خديت عصير، وخديت الزبادي هذا يا جماعة الخير خيال خيال خيال. كيف جاتني نخش لفقرة الماركة لقيتني ليه ناسي عليكم الكيسة هذه. خديت زيتون،
زيت طماطم، زيت، واكيد حليب. كيف نبي نخش في البضاعة هذه كلها وكيف نبي نستفها والله العظيم ماني عارفة. عندكم علم؟ كيف نبي ندير فيها مانيش عارفة، بس مبدئيا جعانة خلص. فأول حاجة خلينا نخش على فقرة الماكلة. انتم متخيلين معاي اني انا ما قدرتش نصبر لين نلم البضاعة ونلم الحوسة هذه كلها اللي تشبحوا فيها. قدرت سفرة الفطور لاني عارفة لو بديت في الضمان وبديت في الحوسة خلاص. فمبدئيا كنت نجرب، فتحت مع جماعة سناب حكة الطن هذه تمام وحكة الهريسة هذه. لقيت في حاجة وانتم نبيكم تكتبوها لي برضو في التعليقات. الهريسة العربية مش حلاوتها انها تكون بالثومة وبالبصل او لا، يعني نصحتوها اوكي ناكل فيها والحمد لله، لكن تحسوها مش زي لما تكون كيف بنقولها لك، زي لما تكون فيها تومة وفيها بصل تحسوها احلى. هما طبعا هنا المصريين يعني ما عندهمش القصص اللي هي الطن والحاجات اللي زي هذه، ولكن طن جنين سحب علم ليبيا خلعت. طن جنين هذا الهريسة نحس يروح ندير لها إعادة تصنيع، نمشي بنقلها بزيت الزيتون وبالثومة وبالكروية، وهذا الشكل الحل الوحيد اللي حيصير. طبعا انا فتحت مكيفي من هنا وبعد ما ضلمت الحوش وضميت كل شيء وبخيت الحوش بالمعطر، وهذا طبعا ريحه المانجو مدايره معاها الديتول. يا جماعه الخير حاجه خيال، وننصحكم ما تتفرجوش عليه الفيلم اللي انا قاعده نتفرج عليه تو لانه كسر لي رقبتي. يخيني حايره في واحده تسلم في صغارها على خاطر جتها واحده وضحكت عليها. المهم زي ما تشبحوا في الحاجات الحلوه اللي قدامكم على الطاوله، لكن البريوش راهو عندي الطب. فاخدتها مع قهوه عربيه ودموع متاع الغبيه هادم كسروا لي رقبتي حتى هم. وهنا نوعا ما الحوش جنين ومستريح وريحته جنينه. والله العظيم يا جماعة الخير هذه أحلى فقرة، رب إن شاء الله لا يحرمها مني ولا يحرمها منكم إن شاء الله. والحمد لله يا ربي بعد ما كملت ضمان وكملت حوسة وكملت أجواء اللايف وكملت كل شيء وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما تنسوش تطبقوا الشروط وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك، وإن شاء الله الفيديو اللي بعده حنكون عالنا على 3 ربحات أو 3 رابحين. بسرعة نوضوا فعلوا الشروط باش تكونوا أنتم الأولين، ولا تيأسوا من رحمة الله. باي باي.